لكن الطيبين لا تتغير صفاتهم حتى لو تغيرت أحوالهم، فالمتسامح يظل متسامحا حتى لو ظلم، والكريم يظل كريما حتى لو افتقر. فشكرا للذين لم يتغيروا علينا مهما تغيرت الظروف. إن الكرام وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم، والأصل غلاب. إن كريم الأصل كالغصن كلما تحمل من خير تواضع وانحنى. وقديما قالوا ذو الأصل الطيب حتى في عداوته شريف، وقليل الأصل حتى في صداقته خبيث. فيا أخي الفاضل، الأصل الطيب والأسلوب اللين هو أجمل ما يتركه الإنسان في قلوب الآخرين. نظافتك وأخلاقك وأناقة حديثك واختيار الألفاظ وانتقاء الكلمات وصوتك الهادئ من أرقى معاني الإنسانية. والله تعجبني الأرواح الراقية التي تتحدث بعمق وتطلب بأدب وتمزح بذوق. الإنسان الراقي هو الذي يعتذر عندما يخطئ، ويستأذن قبل أن يطلب الشيء، ويشكر عندما يساعده أحد. لكن للأسف في هذا الزمان معظم العلاقات الإنسانية مبنية على المصالح. واعلم أن حبل المصلحة قصير وإن طال، واحترامك للناس لا يعني أنك بحاجة إليهم، ولكنه مبدأ أنت تعلمته من دينك وتربيتك. ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المجد يبقى ولا الألقاب والرتب. وتذكر جيدا أنه من عاش بلا مبدأ مات بلا شرف.